انتقل إمامنا الجزري إلى كلمة جديدة وهي كلمة إما في القرآن. إما نجدها في القرآن غالبا مكتوبة هم ألف ميم ألف، يعني إما ألف ميم ألف والميم عليها شدة. لكن في سورة الرعد فقط نجد أنها قد كتبت إن ما بنون مظهرة، يعني إن كلمة وما كلمة، ولكن عند الوصل القراءة واحدة، إما لابد من إدغام النون في الميم فيصير النطق إما. هذا ما نلاحظه على اللوحة التعليمية التي بين أيدينا في هذه الحلقة. نرى في البيت 82 قول إمامنا الجزري، طبعا ألا يقول لا أقول هذه تابعة لما قبلها وشرحناها. الآن إما بالرعد، فلما قال إما بالرعد ونلاحظ أنها مقطوعة، إن لوحدها وما لوحدها في الآية 40 من سورة الرعد، دل هذا على أن إما في بقية القرآن موصولة. سورة الرعد الآية فيها وإما نرينك بعض الذي نعدهم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم، هذه مقطوعة. فللقارئ أن يقف على مضطرا أو مختبرا، أن يقف وإن أو يقف وإما، ولا يتعمد هذا الوقف لأنه ليس بوقف تام المعنى. أما في بقية القرآن مثلا إما تخافن من قوم خيانة، إما مكتوبة إيش موصولة، نعم. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع، كل هذه الإما مكتوبة موصولة. ننتقل إلى الكلمة التي بعدها. قال إمامنا الجزري رحمه الله والمفتوح صل. والمفتوح صل، ما معنى المفتوح؟ يعني مفتوح الهمزة. نحن كنا نتكلم منذ قليل على إما مكسورة الهمزة. قال الجزري والمفتوح أي المفتوح الهمزة، يعني أما صل، ولم يعين في أي سورة. إذن في كل القرآن، في كل القرآن أينما رأيت أما فإنك تجدها موصولة، يعني النون مدغمة في الميم، كتبت ألف ميم ألف والميم عليها شدة كما نرى على اللوحة. أما حيث وقعت كتبتها أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر، أما السائل فلا تنهر، وهكذا كل هذه الأمة موصولة في كل القرآن.